الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامج غايات قرآنية. هذه هي الحلقة 21 وسنخصصها بإذن الله تعالى عن غاية التقوى. وربما تأخذ التقوى لأهميتها ومركزيتها في موضوع الغايات تأخذ أكثر من حلقة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يبدأ حديثه كانت هنالك خطبة أو حديث يبدأ به عليه الصلاة والسلام، سماه العلماء بخطبة الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم يتلو بعض الآيات، وكان ذلك معهود النبي صلى الله عليه وسلم، أي عهد عنه ذلك. فمثلا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إلى آخر الآية. وكذلك كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن لاحظوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي كان يتلوها في جزء منها تفتتح بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وبعضها الثاني يفتتح بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إذا نلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرسخ هذه القيمة العظيمة وهذه الغاية التي ذكرنا بأنها من غايات القرآن الكريم، لتكون حاضرة دوما عند المستمع وعند المكلف وعند المسلم، ويدرك أن هذه مسألة مركزية في القيم الإيمانية والقيم القرآنية. وغاية التقوى إذا أردنا أن نضعها في سياق محدد في موضوع الغايات فإنها من الغايات الوسطى، يعني تسبقها غايات وتعقبها غايات. وهذه مسألة طبعا في موضوع الغايات هنالك تداخل كبير وتشابك، فبعض الغايات تؤثر في بعضها، وبعضها يكون مقدمة للبعض الآخر، وبعضها يكون نتيجة وغاية لغاية سابقة، فتتحول السابقة إلى وسيلة واللاحقة إلى غاية. فمثلا إذا نظرنا إلى غاية التقوى هي من الغايات الوسطى، فتسبقها جملة من الغايات: غاية التسليم، وغاية الذكر، وغاية التعبد، وغاية الدعاء، والتضرع لله سبحانه وتعالى، والتفكر والتعقل. يعني مجموعة من الغايات تسبق هذه الغاية. وكذلك هذه الغاية تعقبها جملة من الغايات، جزء منها غايات إنسانية، وجزء منها مختص به الله سبحانه وتعالى، أي هو منه إلينا. غاية صحيح موجودة في القرآن باعتبارها غاية من الغايات، ولكن من الله سبحانه وتعالى نحو عباده، كغاية الفلاح وغاية الفوز والرضوان ودخول الجنان. هذه كلها غايات، ولكن هي من الله لنا. أيضا هنا غاية مهمة جدا تسبق دائما موضوع التقوى، وهي غاية التعبد. هي غاية مركزية لمجموعة أيضا من الغايات، لكن لاحظوا عندما افتتح الله سبحانه وتعالى أول نداء في كتابه بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب، طبيعي جدا أن يتساءل الناس: لماذا نعبد الله؟ هل والله فعلا الله محتاج إلى عبادتنا؟ يعني نحن في هذا الكون، الله سبحانه وتعالى هذا الكون الفسيح الذي تسبح له كل ذرة من ذرات هذا الكون، وله في سماواته ملائكة يطوفون بالبيت المعمور، يعني يطوف بالبيت يمكن 70,000 ملك في اليوم الواحد، وإذا ذهبوا لا يعودون مرة أخرى. هل الله سبحانه وتعالى محتاج لعبادة هؤلاء البشر؟
أم أن عبادة الله تنعكس على البشر أنفسهم بالصلاح، وتنعكس عليهم بالفوز، وتنعكس عليهم بأن يعيشوا في هذه الحياة بشكل صحيح. هذه المسألة مهمة جدا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. إذا جعل الله سبحانه وتعالى غاية التقوى التي تحدثنا عنها، غاية العبادة التي تحدثنا عنها، هي من أجل غاية أعظم، وهي غاية التقوى. إذا اعبدوا الله، فإن عبدتم الله أصلحتم نفوسكم، وأصلحتم ذواتكم، وأصلحتم حياتكم، وبالتالي تتحقق عملية التقوى. يعني يريد الله منا أن نعبده لنتقيه. طيب، لماذا نتقيه إذن؟ أيضا هذه غاية، وهي غاية تتوسط بقية الغايات، وهذا الترابط مهم جدا. فهنا يقول: اعبدوا الله لعلكم تتقون، وأيضا يحدد للتقوى غاية أخرى، وهي غاية أعظم من غاية التقوى، وهي غاية الشكر. فالله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا الله لعلكم تشكرون، واتقوا الله لعلكم تشكرون. لاحظوا هنا جعل العبادة غايتها التقوى، وجعل التقوى غايتها الشكر. إذن الشكر أعلى مرتبة من التقوى، ولهذا العابدون كثر، وأهل التقوى أقل منهم، وأهل الشكر أقل من أهل التقوى. ولذلك الشيطان منذ البداية جعل الهدف المركزي بالنسبة له أن لا يبلغ الناس هذه الغاية العظمى، وهي غاية الشكر. لذلك قال: يعني ولا تجد أكثرهم شاكرين. والله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور. وهذه إن شاء الله سأفرد لها يعني يوم من الأيام نتكلم في موضوع غاية الشكر، لكن ما قصدته الآن هو أن عملية التقوى غاية لغاية أعظم، وهي الشكر. وسنأتي إن شاء الله ليش الشكر، يعني لماذا هذه الغاية العظيمة لغاية أعظم، وهي شكر الله سبحانه. كأنما الله يقول أن اعبدوا الله لتتقوه لتشكروا الله، اعبدوا الله لتتقوا الله لتشكروا الله. إذن هذه الغايات متسلسلة بهذا الشكل. ثم سنلاحظ ما بعد الشكر أيضا، وهي الغاية العظمى، غاية الفلاح والرضوان ورحمة الله. هذه الغاية الأعظم، وغاية أنه الإنسان يكون شهيد على عباده في الأرض، لتكونوا شهداء على الناس. لكن هذه الغايات المتسلسلة جعل الله سبحانه وتعالى غاية التقوى تتوسط إذن مجموعة من الغايات السابقة، وستأتي أيضا مجموعة من الغايات اللاحقة تتوسطها غاية التقوى. إذن الغاية هذه غاية مهمة جدا، لا بد من الناس أن ينتبهوا إليها ولأهميتها. أمر الله سبحانه وتعالى بها الأنبياء، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، مباشرة. لاحظوا كيف أن الله يخاطب رسول: اتق الله. الآن لو قلت لشخص من الأشخاص اتق الله، يقول لك: يا أخي شايفين أنا ما متق الله؟ شايفين أنا مذنب؟ لا. تقوى الله سنلاحظ بأنها درجات عليا يتفاوت فيها الناس، لأن التعامل مع الله يصعب إنك والله تقول والله بلغت منتهاها، لكن هي مقامات، كل مقام يجر للمقام الذي يليه، وسنأتي إلى ذلك إن شاء الله. لكن أمر الله بها نبيه لأهميتها: يا أيها النبي اتق الله. وأمر الله تبارك وتعالى بها أيضا الصحابة رضوان الله عليهم في قوله: واتقوا الله لعلكم تشكرون. واتقوا الله لعلكم تشكرون هي كانت للصحابة رضوان الله عليهم. وأمر الله سبحانه وتعالى بها أهل الكتاب: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأمر الله سبحانه وتعالى بعموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وأمر الله بها الناس أجمعين بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجعلها الله سبحانه وتعالى الأمر الذي لا يمكن دخول الجنان إلا به، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأمر الله سبحانه وتعالى بها أولي الألباب في قوله تبارك وتعالى: واتقون يا أولي الألباب. إذن هذه لأهميتها لاحظوا كيف تنوع فيها الخطاب، يعني خاطب الله بها الصالحين والأولياء والأنبياء والرسل، وخاطب بها الأشخاص العاديين، الناس حتى العصاة يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بتقوى الله سبحانه. إذن هذه
الأهمية لهذه المنزلة العظيمة وهذا المقام الكبير وهذه الغاية التي ذكرت بأنها غاية مركزية، ولكن ربما يكون هنالك إشكال كبير جدا فيما يتعلق بالفهم الصحيح لهذه التقوى. كل إنسان الآن منا يمكن أن يكون له تصور عن التقوى، فبعض الناس يتصور أن التقوى هي حالة من الدروشة، هي حالة من المسكنة، حالة من أن الشخص يكون ذاكر يقول لك والله متقي. الشخص مثلا يكون مرابط في المسجد يذهب المساجد يقول له والله هذا فلان متقي. لكن لا بد أن ننطلق من القرآن الكريم في تعريف مصطلحاته، لأن أخطر ما يواجهنا نحن الآن في واقعنا المعاصر هو فخ المصطلح. بمعنى فخ المصطلح إما أنه العادات والتقاليد والأعراف وبعد العهد بالعهد النبوي وبعد العهد باللغة العربية يجعلنا نحن نتصور مفهوم معين للتقوى ومفهوم معين للعبادة ومفهوم معين للذكر، ثم نحاول أن نسقطه على المصطلح القرآني. هذا ما نسميه بفخ المصطلحات. لكن لتتحرر من فخ المصطلح لا بد أن تعود إلى القرآن الكريم باعتباره كما ذكر الشاطبي هو كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة. عود إلى القرآن، فالقرآن يحدد لك مصطلحاته، القرآن يحدد طبيعة المصطلح. من بعد ذلك تستطيع من خلال تحديد مركزية المصطلح في القرآن الكريم لأن تتفرع بعد ذلك في باقي الأشياء. التقوى مفهوم مركزي في القرآن، مفهوم مركزي في الغايات، ولذلك ما ترك الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم للناس، ما تركه هكذا. لكن قبل أن نأتي إلى موضوع المفهوم دعونا كيف توصلنا إلى أن والله موضوع التقوى غاية من الغايات. نحن ذكرنا بأن برنامجنا حيث برنامج الغايات يعني لا بد أن تسبق الأمر المتحدث عنه إما أن يكون معلل وإما أن يكون مراد لله يريد الله كذا، وإما أن يكون بقوله لعلكم كذا. فنلاحظ سبحان الله القرآن الكريم ركز بصورة كبيرة جدا في لعلكم ولعلهم في موضوع التقوى. فمثلا الله سبحانه وتعالى عندما أمر بني إسرائيل أن يأخذوا الكتاب بقوة ويذكروا ما فيه قال لعلكم تتقون، ربطه إذن به، ربط التقوى بأخذ الكتاب، أخذ الكتاب بقوة من أجل التقوى. وأمر الله سبحانه وتعالى بالقصاص والقصاص من أجل التقوى، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذن ربط الله سبحانه وتعالى هذا الأمر اللي هو القصاص وأن يقتص من المجرم، ربطه كذلك بالتقوى. وربط الله تبارك وتعالى الصيام بالتقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وربط الله سبحانه وتعالى جملة من الوصايا والمحرمات التي ابتدأها بقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال لعلكم تتقون. ويقول الله سبحانه وتعالى في بيان القرآن وآياته بيان الآيات كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفي إقامة الدعوة والمعذرة إلى الله وإقامة الحجة على الناس أيضا الله سبحانه وتعالى يقول لعلهم يتقون. وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن لاحظوا جملة هذه القضايا الغاية منها تقوى الله، إقامة القصاص تقوى الله، إنزال الكتاب تقوى الله، إقامة الشعائر تقوى الله. إذن كل الأوامر التي تعد هنا بالنسبة للغاية الكبيرة هذه وسائل تعتبر الهدف المركزي منها هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. نخرج فاصل ونعود بعد قليل فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عدنا لنواصل بإذن الله تبارك وتعالى حول موضوع التقوى. وذكرنا
في ما قبل الفاصل كيف أن جملة من الشعائر والأوامر والنواهي والغايات، أيضا غايات جزئية وغايات كلية، كلها تصف في موضوع التقوى. إذن هذه المسألة المهمة بهذا الشكل لا بد أن نتعرف عليها. ما هي التقوى؟ ما حقيقة التقوى؟ بالنسبة للغة العربية موضوع التقوى أو وقية كما يقول ابن فارس، يقول تدل على دفع شيء بغيره والوقاية ما يقي الشيء. نحن الآن مثلا معهود عندنا نقول والله الوقاية خير من العلاج، أي بمعنى أن الإنسان يجعل هنالك وقاية وهنالك حماية بينه وبين ما هو مكروه، بينه وبين ما هو مكروه. فنحن مثلا نقي أنفسنا من البرد من خلال الملابس، ونقي أنفسنا مثلا من الحر من خلال أيضا تجهيز بعض الأمور، وهكذا. فالإنسان يقي نفسه بشيء يحميها. فالتقوى في اللغة تعني موضوع الحماية. لكن بالنسبة للاصطلاح نلاحظ بأنك يمكن أن تستمع إلى كثير من الخطباء يريدون جملة من الأقوال حول تعريف التقوى، فيريدون مثلا تعريف علي بن أبي طالب: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ويريدون كذلك تعريفات ربما عديدة في هذا الاتجاه، كما هو مثلا عن أبي بكر المزني الذي عن بكر المزني قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى. قال: التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. لاحظوا هنا الآن يعرفها طلق بن حبيب تعريف أيضا ممتاز جدا، حتى أثنى عليه الذهبي بقوله، يعني في الذهبي أثنى عليه في سير أعلام النبلاء، قال: قلت أبدع كلمة أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي مجاملة للناس، إذ المعاصي يفتقر في اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدحه الناس بتركه للمعاصي، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. إذن هنا نلاحظ طلق بن حبيب يعرف التقوى بأنها هي ترك المعاصي وترك الذنوب، ولكن على معرفة وعلم. هو يدرك أنه يترك أمرا يعلم أنه محرم، يترك أمرا يدرك أنه ممنوع شرعا، فهو على بصيرة وعلى علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فهو يتحرك على بصيرة على نور من الله. ثم وهو يفعل ذلك يرجو ثواب الله أو يخشى عذابه، يرجو الثواب ويخشى العقاب. هذا على كل بعض التعريفات الاصطلاحية. لكن دعونا نقف مع كتاب الله سبحانه وتعالى. سنلاحظ من خلال التأمل والتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى، سنلاحظ أن هنالك مفهوم محوري ومركزي في موضوع التقوى، وهو في مقابلة العدوان. التقوى تقابل العدوان. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال: وتعاونوا على البر والتقوى، فجعل في الجناح الأول البر والتقوى، وفي المقابل قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فجعل البر يقابل الإثم، وجعل التقوى تقابل العدوان. فالعدوان، ترك العدوان مفهوم محوري للتقوى. يعني لن تكون تقيا إلا إذا تركت العدوان. بعد ذلك سنأتي العدوان أنواع وأشكال: العدوان على حقوق الله، العدوان على حقوق النفس، العدوان على حقوق البشر. هذه كلها العدوان عليها هو مجاوزة التقوى. الوقوف عندها هو تحقيق التقوى. إذا نحن لن نستطيع أن نفهم مفهوم التقوى إلا إذا ربطناها بمفهوم العدوان. فالمعتدي ليس بتقي أيا كان درجات عدوانه، من اعتدى فهو ليس بتقي، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالآثم ليس بار، والمعتدي ليس متقي. إذن هذه صورة مهمة جدا لابد أن تضعها في ذهنك وأنت تريد أن تعرف التقوى. هنا ستلاحظ بأن والله ترك العدوان الصورة عندك قد تختلف بعض الشيء. يعني الآن أنت مثلا في ذهنك مفهوم معين للتقوى، صورة معينة تقوى،
لكن قد لا تكون اشتملت على كل ما يريده الله سبحانه وتعالى من المفهوم. ولذلك تحرير المصطلح من خلال الانطلاق من القرآن الكريم يساعدنا كثير جدا في الفهم الصحيح لمراد الله سبحانه وتعالى بالمصطلحات. فمفهوم العبادة يختلف عن مفهوم التقوى، يختلف عن مفهوم الشكر، يختلف عن مفهوم الذكر، عن الفكر، التعقل، وهكذا. عندنا جملة من الغايات كل واحدة لها مفهوم معين. فهنا نلاحظ إذا أردنا أن نعرف ما هي التقوى نقول بأنها رعاية الحقوق والتزام الحدود وكف الأذى والعدوان رغبة في الثواب ورهبة من العقاب مع العلم والإخلاص. مع العلم والإخلاص. هذه مسألة على كل تعريف بسيط جدا حتى نفهم بشكل مركزي ما هي التقوى. إذن الذي يعتدي على الناس في أموالهم، ويعتدي على الناس في أعراضهم، ويعتدي على الناس في أنفسهم، ويعتدي على الناس في أمنهم، ويعتدي على المجتمعات في أن تكون لا تتحقق لها عملية الاستخلاف والعمران، إنما يسعى في الإفساد وقتل النفوس، هذا فارق مفهوم فارق مفهوم التقوى. وستأتينا إن شاء الله يعني الصفات اللي المطلوبة على الأقل لموضوع التقوى، لكن هذا المفهوم المركزي لا بد أن نستحضره ونحن نتكلم عن التقوى. بالنسبة للقرآن الكريم وردت كلمة التقوى بالمعنى الذي نريده نحن، وقية بالمعنى الذي نريده، وهو التزام الحدود ورعاية الحقوق وعدم العدوان، وردت 239 مرة وبنفس المعنى، هو أن يجعل الإنسان هنالك التزام بضوابط معينة. تلك حدود الله لا تعتدى، هذه الحقوق واجبة الالتزام يجب القيام بها. إذن قيامك بالحقوق وتركك للحدود وعدم تجاوزها وعدم العدوان عليها، هذا يحدد إلى أي مدى أنت تتقي الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى صفات أهل التقوى ومظاهر المتقين. إذا كانت التقوى بهذا الشكل يعني معناه هنالك جملة من الصفات من التزمها فهو متقي لله سبحانه وتعالى. نحن ذكرنا بأن والله التقوى تحتاج إلى جملة من الغايات السابقة حتى تتحقق التقوى. قلنا هنالك مثلا مفهوم العبادة، مفهوم التسليم لله، مفهوم التفكر، مفهوم التعقل، هذه كلها قضايا تساعد الإنسان في التقوى. لكن الصفات الأساسية حاولت أن ألخص 3 محاور أساسية في صفات المتقين. صفات المتقين، الصفة الأولى للمتقين هي صفة اعتقادية، صفة اعتقادية لأهل التقوى. لا يمكن للإنسان أن يسمى متقي إذا ما حاول أن يتصف بهذه الصفة الأساسية في موضوع الغيب، وهو الصفة الاعتقادية، وهو موضوع الإيمان بالغيب. وهذا دافع مهم جدا، من لم يتصف به يصعب أن يتقي الله. فكيف تتقون؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ يعني موضوع الغيب إذا لم يكن حاضرا في الإنسان، في ذهن الإنسان، في نفسية الإنسان، يشكل مشاعره، يشكل نفسيته، يشكل أذواقه، فإن موضوع الغيب يعني تنحيته يسبب فسادا عريضا في الكون. فأول قضية لا بد أن يتصف بها من يريد أن يكون متقيا أو يتصف بها أهل التقوى هي موضوع الإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول حاجة الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب يدخل فيه الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بالآخرة، مع أن الله في سورة البقرة أفردها وهم بالآخرة وبالآخرة هم يوقنون، مع أنه هي داخلة في الغيب ولكن خصها لأهميتها، خصها لأهميتها. إذن هنا مفهوم الغيب مفهوم أساسي في مسألة التقوى. فالذي يتقي الله سبحانه وتعالى أو يحقق مفهوم التقوى أول ما يفعله أن يكون مؤمنا بالغيب. ولذلك كل الذين يعني ينطلقون من المفاهيم المادية المحضة التي لا تستحضر عظمة الغيب ولا تستحضر جلال الله ورقابة الله والخوف من الله والخشية من الله واستحضار الجنة واستحضار النار، حتى وإن أتوا بأعمال تدخل في مفهوم التقوى كأعمال، إلا أنها لن تصل إلى كمالها، لن تصل إلى كمالها. فمثلا أن يترك الإنسان قتل النفوس هذا من التقوى، أن يترك الإنسان
أكل أموال الناس بالباطل من التقوى، أن يترك الإنسان العدوان على عباد الله أيا كانوا. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون أو من سلم الناس من لسانه ويده، من سلم. فيفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا بنتائجه اللي هي نتيجة التقوى، وسنأتي إلى أي مقام هذا المقام إن شاء الله سأتي. لكن هكذا يعني، فالذي يترك هذه الأشياء صحيح هو أدى التقوى، ولكنه أخل بمسألة مهمة جدا، وهو رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تترك العدوان عليك أن تلاحظ أمرين، تلاحظ أمر سابق وتلاحظ أمر لاحق. الأمر السابق إنما تفعل ذلك خشية من الله، وتفعل ذلك على نور وبصيرة من الله. والأمر اللاحق ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى. هنا لاحظ أن يعني 3 قضايا مهمة جدا: الفعل نفسه، ما قبل الفعل، ما بعد الفعل. الفعل في نفسه أن يكون موصوفا بأنه فعلا تقوى، ترك للعدوان، لكن يسبق ذلك أن يكون هذا على نور من الله، يعقب ذلك أن يكون هذا يرجل فيه الإنسان ثواب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نلاحظ هنالك 3 قضايا ربطها القرآن الكريم في موضوع التقوى، وهو اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا الآخرة. اتقوا النار، هذه 3: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا الله، اتقوا النار، جاءت بها آيات. هذه ال3 كلها دوافع حقيقية للبعد الأول، وهو في موضوع أنك تؤمن بالغيب. إذن تؤمن بالله، تؤمن بالآخرة، تؤمن بالنار، تخشى هذه القضايا، ستؤثر هذه إن شاء الله في الأفعال الثانية فيما يتعلق بصفات المتقين. ولنا إن شاء الله عودة على هذا الموضوع في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.